آسر، الواجب بتاع النهاردة صعب، ممكن تبعت لنا الحل بتاعك؟ بس المستر قال نحله لوحدنا. يا عم ابعته وخلاص، احنا صحاب. طيب ماشي. مالك يا آسر؟ في ايه شكلك مش مبسوط؟ صحابي عايزين مني ابعت لهم حل الواجب، ولو ما بعتش ليهم الحل ممكن يزعلوا مني. طيب ممكن أسألك سؤال؟ انت موافق على كده؟ بصراحة لا، مش موافق، بس برضو مش عايزة اخسرهم. الصحاب الحقيقيين مش اللي بيحطوك في موقف تخسر فيه نفسك. بس لو قلت لا ممكن يبعدوا عني. لو الصداقة معاهم مبنية إنك تعمل كل اللي بيطلبوه منك حتى لو على حساب نفسك. يبقى دي مش صداقة. الصداقة الحقيقية تحترمك وتحترم قرارك. شباب، أنا مش هقدر أبعت الحل، أنا آسف، بس لو حابين نذاكر سوا أنا ممكن أشرح لكم لو الواجب صعب عليكم. تمام يا آسر، خلينا نتقابل بعد التمرين نذاكر سوا. تحدي النهارده اسمه تحدي احترام نفسك. لو حد طلب منك حاجة غلط أو تخليك تتنازل عن حقك أو مبادئك، قول بكل هدوء: أنا آسف بس مش هينفع. الإنسان أحياناً يفتكر إنه لازم يرضي الناس كلها، لكن الحقيقة اللي يحافظ على نفسه وعلى مبادئه هو اللي الناس بتحترمه بجد. مش كل تنازل اسمه طيبة، أحياناً الطيبة الحقيقية إنك تعرف إمتى تتمسك بحقك.